أبدى الفنان المغربي لارتيت خلال المؤتمر الصحفي في إطار فعاليات النخخة 18 لمهرجان موازين رأيه في أزمة الفنان سعد المجرد قائلاً: إنه ينتظر كباقي معجبي هذا الأخير ما ستؤول إليه قضيته، وأنه لن يمتنع عن الإغناء برفقته. وأشار صاحب أغنية شوكولا إلى أنه عندما أصبح مشهوراً وناجحاً لم يعد يعيش كما يحب هو أن يعيش، ولا يتصرف كما يحلو له، بل بكثير من الذكاء والحيطة والحذر، قائلاً: أحاول أن أبتعد قدر الإمكان عن النساء لأنني متزوج ولا أريد لا الدخول في مشاكل يرجى منه. أركز على عمل يفني وعلى تمرير رسائل هادفة للشباب للصاعد. وأضاف: يجب على الفنان أن يكون منتبها لتصرفاته الشخصية، مضيفا: استفدت كثيرا من نصائح والداتي. لارتيت أكد أن لديه عملين مع سعد لكنهما لم يريا النور حتى الآن، مؤكدا أنه ينتظر نهاية هذه القضية ويحب الخوض فيها ولا الحديث عنها، فالموضوع ليس سهلا والحديث أو حتى إبداء الرأي فيه لا يفيد في شيء. ولم يفوت مغني الراب الفرنسي شرطة المغربي يوسف أقديم أن يؤكد على أن مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تنظم دورته ل1/8 خلال الفترة ما بين 21 و 29 يونيو الجار يشكل مفخرة وطنية وواجهة ثقافية بالنسبة للمغرب وأفريقيا. وكفت تقارير إعلامية أن الأمير مولاي الحسن حضر حفل الفنان لارتيست بمنصة السويسي في مدينة الرباط.